ازيكم شايفين الجمال؟ في فيديو النهارده هقولك على احلى طريقه تعملي بيها الدوناتس في البيت. هقولك على تريكاتي الخاصه اللي بتخليها تطلع معاكي باللون اللي انت شايفاه ده، وكمان هشه جدا طريه قوي، ريحتها رهيبه، ومن جوه لونها ابيض زي ما انت شايفه، شكلها زي الاسفنج بالظبط. والكميه اللي انا عاملاها دي كلها من 3 كوبايات دقيق بس. تابعي معايا الفيديو للنهايه، هقولك على كل التريكات اللي طلعها معاكي بالشكل اللي انت شايفاه. ولو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وهدخل معاكم بقى في الطريقة القمر دي على طول. أول حاجة عندي الطبق بتاعي كده، هنزل فيه ب3 كوبايات من الدقيق. استخدمت المج العادي بتاع الشاي بلبن ده في المقدار بتاعي. حطيت 3 كوبايات من الدقيق لجميع انواع الاستخدامات، او دقيق خاص بالحلويات زي ما انت عايزه. على فكره الدقيق اللي انا استخدمته ده كان الدقيق السايب العادي اللي بيتباع عند العطار، وطلع لي برضو نتيجه تحفه. المهم حطيت كيس كده من البيكنج باودر، اتأكدي بس من تاريخ الصلاحية الموجود على الكيس من ورا. وحطيت كمان كيس من الخميرة الفورية، وبرضو اتأكدي من تاريخ الصلاحية اللي مكتوب على الكيس من ورا. هحط بقى ربع معلقة من الملح، وهحط معلقتين كبار من السكر. انا ما بحبش العجينه نفسها تكون مسكره او زياده عن اللزوم، عشان احنا بنحط شوكولاته بعد كده وحاجات تانية. بس انت لو بتحبي العجينه نفسها طعمها مسكر ممكن تحطي 4 معالق كبار من السكر، ما فيش مشكله. مكون بقى الخطير اللي بيفرق معايا جدا في العجينه دي، حطيت كريم شانتيه خام. حطيت ربع كوبايه. انا بستخدم نوع اسمه المتحدة، ممكن اللي هو محلى في اكياس، او ممكن الخام، مفيش مشكلة. بس ليه انا بحط كريم شانتيه؟ انا جربته في مرة كده، لقيته فرق معايا في قوام وملمس وفي لون العجينة كمان نفسه. فجربيه هيعجبك جدا ان شاء الله. ولو عندك لبن بودرة حطي معلقتين كبار من اللبن البودرة، كل ده بيطعم العجينة معايا. بس انا ما كانش عندي لبن بودرة. حطيت 2 بيضة حجمها كبير، مش بيض بلدي، البيض العادي يعني، بس ما تكونش ساقعة من التلاجة. وطبعا بيض يعني فانيليا، حطيت فانيليا سايلة، وانا بفضلها اكتر من الفانيليا البودر، لان ريحتها بتفضل موجود في العجينة لحد بعد التسوية. حطيت معلقة كبيرة مش مليانة. نزلت بقى باللبن بتاعي. هقولك على حاجة، الدقيق طبعا كل نوع دقيق بيختلف كمية السوائل اللي بيحتاجها عن الدقيق غيره. فأنا حطيت كوباية الا ربع من اللبن، في العادي بتاخد مني كوباية لبن. هنا حسيت ان اللبن زاد معايا شوية، فانت انزلي الاول بنص كوباية من اللبن، قلبي كويس زي ما انا عملت كده، وحطي معلقتين كبار مليانين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. وبعدين شوفي لو احتاجت معاكي لبن تاني انزلي باللبن بتاعك تدريجيا. يعني انا عاده كانت بتاخد معايا كوبايه من اللبن، عشان غيرت نوع الدقيق المره دي حسيت ان هي احتاجت لبن او نسبه من السوائل اقل. مهم لما حسيت ان هي يعني بتلزق معايا قوي، حطيت رشه كده من الدقيق، وبعدين حطيت رشه تاني حوالي يعني معلقه ونص من الدقيق. قلبتها كويس جدا مع العجينه. وزي ما انت شايفه كده العجينه طريه جدا مش بتلزق، هو ده القوام اللي انا عايزه اوصله في النهايه، ان العجينه تكون طريه قوي بس ما تكونش بتلزق معايا. وهي لو بتلزق حاجه بسيطه، خدي بالك ان انت بعد كل ما بتعجني في العجينه، العجينه بتلم معاكي، والتلزيقه البسيطه اللي فيها دي بتروح، فانت ما تضيفيش دقيق كتير. يعني انا بالكتير ضفت معلقه ونص من الدقيق على المكونات اللي انا كنت قايله لك عليها. المهم غطيت العجينه كويس جدا وسبتها تخمر، احنا عشان كنا في شتاء، فالعجينه خدت معايا حوالي ساعه ونص عقبال ما اختمرت. المهم ان لازم حجمها يتضاعف عشان تبقى سهلة الفرد معاكي. على الرخامة عندي حطيت شوية كده من الدقيق، وبشيل العجينة زي ما هي، زي ما انت شفتي كده. ما بعجنش او ما بحطش ايدي في العجينة اخرج الهواء منها، لان ده بيخلي العجينة سهلة الفرد معايا، ما تقعدش تروح وتيجي وتمط وتقاومني. طبعا فردت العجينة على الرخامة وما خدتش معايا اي وقت خالص. هنبتدي نشكلها بقى. دي قطعة الدوناتس، هتلاقيها في اي محل مستلزمات حلويات، او عند اي حد بيبيع ادوات منزلية.
ورخيصة قوي، ما يعني مش غالية، وبتنجز معايا يعني بصراحة. لو ما عندكيش تقدري تستخدمي قطاعة، اي قطاعة عندك ينفع تعملي بيها شكل مدور منتظم زي ما انت شايفة، وبقي بأي غطا من النص كده اخرميها بحيث ان هي تديكي الشكل التقليدي بتاع الدوناتس. وهوريكي دلوقتي سمك العجينة او سمك الدوناتس قبل التخمير يكون عامل ازاي. هو ده السمك اللي انا عايزاه، يعني ربع، يعني مقاس ربع عقلة صباع كده. تبان لك رفيعة، بس خدي بالك ان العجينة بتخمر فبتنفخ، ولما بنيجي كمان نقليها بتنفخ تاني، فعشان تاخدي يعني مقاس مظبوط منها، ما تخليش سمكها اعلى من ما انت شفتي كده. المهم كنت مجهزه مع عندي مناديل او كيس كده، قطعيه على شكل مربعات، او ورق زبده. المهم ان انا عايزه حاجه احط عليها الدوناتس عشان لما تيجي تخمر يكون سهل بالنسبه لي ان انا انقلها من غير ما ايدي تبصم فيها واخرج الهواء منها. طبعا لو في واحده شكلها مش حلو او حاجه ما باخدهاش. بلم بقى باقي العجين اللي اتبقى معايا ده، بعجنه كويس جدا وبحطه في الطبق بتاعي تاني وبغطيه، بسيبه ربع ساعة وبعدين برجع اشكله. لان انتي لو شكلتيه بالمنظر ده بعد ما انا عجنته هتلاقيها العجينة بتقوم معاكي ومش حلوة خالص. المهم الدوناتس اللي انا قطعته وغطيته وهسيبه يخمر مرة كمان، لازم حجمه يتضاعف وتلاقي العجينة رفعت كده ونفخت. جبت بقى طاسة عندي على النار، حطيت فيها شوية كده من الزيت. مش عايزة فيها كمية زيت كبيرة، ولا عايزة كمية زيت قليلة، يعني ربعها كده زيت. شايفين الدوناتس بعد ما خمرت بقت عاملة ازاي؟ المهم ان انا بنزل بواحدة بس كده من الدوناتس، طبعا درجة الحرارة متوسطة لحد ما الزيت يبتدي يسخن ياخد درجة الحرارة اللي انا عاوزاها. المهم زي ما انت شايفة كده، لازم الدوناتس لما يتحط في الزيت ما يكونش بيغلي، الزيت بيغلي، يعني يبقى يا دوب في فقاقيع كده من الزيت، عشان ما يكونش بارد وما يكونش سخن قوي زيادة عن اللزوم. لو حسيت ان الزيت سخن معاكي اطفي النار، عشان هتلاقي الدوناتس خدت لون والعجينة نفسها من جوه عجنت. طبعا انا لقيت الحمد لله درجة الحرارة بتاعة الزيت بتاعتي مظبوطة. ابتديت انزل بالدوناتس بتاعي، يعني تدريجيا مش ورا بعض عشان ما يبردليش الزيت. هنا انا مسرعه المقطع، هو الزيت ما بيغليش كده زي ما انت شايفه، هو انا عشان مسرعه المقطع بس. زي ما انت شفتي في اول مشهد لما جيت حطيت الدونت، بيغلي حاجه بسيطه تحت الدونتس كده، وبياخد وقت عقبال ما يحمر، بياخد حوالي 50 ثانيه لدقيقه كده، وتلاقيه خد لون من تحت وبتقلبيه على الناحيه التانية. طبعا انتوا شايفين لونه عامل ازاي. انا ما بحبش احلف على حاجة انا عملتها، بس انتي هتجربي الطريقة دي هتنسي اي طريقة للدونتس عملتيها قبل كده. هتفرق معاكي جدا في لون العجينة وفي طعمها وفي القوام بتاع العجينة نفسه. طبعا بطلع الدونتس بتاعتي على مصفى جنبي، يعني عشان خاطر لو فيها، هي ما بتشربش زيت ولا اي حاجة، بس هي عشان ما طلعهاش على مناديل المطبخ وتبتدي تطرى معايا قوي ويبقوا طبعا فوق بعض وكده. ف بطلعها على مصفى عندي. طبعا هنا في المرحله دي كان الزيت بتاعي سخن، انا لاحظت ان اول لما نزلت الدوناتس الاول واحده دي خدت لون بسرعه، فطفيت النار، عرفت كده ان الزيت سخن قوي. اول لما طفيت النار رجعت الدوناتس تاني خدت وقتها. فانتي تابعي درجه حراره الزيت وانتي واقفه كده، هي ما بتاخدش وقت معاكي خالص. طبعا انا خلصت بقى كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. انا بس بوريكي ان العجينة ما شاء الله لما باجي احطها اول ما الزيت بيغلي كده انا بطفي النار، عشان تبقي عارفة انا وريتك كم مرة عشان خاطر بيفرق اوي موضوع التسوية بتاع الدوناتس ده. اول لما بلاقي الزيت بيغلي زيادة عن اللزوم، بحس ان درجة حرارة الزيت عليت، بطفي النار وبرجع. اما الزيت يهدى شوية ببتدي اشغل النار تاني. طبعا
اول لما الزيت بيسخن انا بوطي درجة الحرارة بتاعة الزيت على الاخر، لان الزيت بيفضل طول ما هو على النار بياخد سخونية، فانت خدي بالك من الموضوع ده. خلصت بقى كل الكمية اللي عندي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ لازم تجربوها بالطريقة دي. على فكرة انا بقطعها دلوقتي، انا سبتها تبرد، سبتها تبرد تماما عشان اعرف اقطعها بس ما تلسعش، وعشان كمان العجينة ترتاح كده او الدونات يرتاح كده واعرف اقطعه براحتي. جربوها ان شاء الله بالطريقة دي هتعجبكم جدا. قولولي في الكومنتات لو في اي حاجة وقفت قدامكم او حاجة مش واضحة، قولولي هرد عليكم. طبعا هنا انا بعد ما سبتها بردت ممكن تاكليها على فكرة كده لو ما بتحبيش حاجة مسكرة او شوكولاتة. كان عندي شوكولاتة دارك وشوكولاتة بيضة، سيحتها بس على حمام بخار، ما عملتش اي حاجة تاني. طبعا زيني باي سبرينكلز موجود، السبرينكلز ده بيبقى موجود عند العطار وفي منه اشكال كتير مختلفة. هاتي اللي انت عايزاه وبكمية بسيطة كده. لو عندك اولاد بيتشدوا يعني للسبرينكلز والحاجات دي، انا عملتها مجرد شكل، انا بحبها بالشوكولاتة بس اللي هي الدارك، بس عشان خاطر التصوير يعني وكده، فحبيت اعمل لكم اشكال مختلفة. خدي بالك ان الشوكولاته البيضاء ما بتحتاجش ان انت تحطي عليها اضافات، يعني ما ينفعش تحطي عليها لبن او اضافات كتير، هتلاقي شكلها غير وطعمها غير وبقى شكلها مش حلو زي ما انت شايفه كده. المهم انت زينيها بالشكل اللي انت عاوزاه، الشكل اللي انت بتفضليه في كل الاحوال، مادام الدوناتس نفسها طعمها حلو. موضوع التزيين ده بيبقى مجرد شكل مش اكتر، يعني ما بيضيفش للطعم، الا لو انت بقى بتحبي تاكليها بشكل معين، فساعتها زينيها بالطريقة اللي انت بتحبيها. بعد ما خلصت بقى تزيين، دي يعني جزء بسيط كده من افكار ممكن يعني تعملي زيها. ان شاء الله باذن الله الطريقه تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.